هتقول لي لأ، هم ما ابتدوش كشركة، لا يا صاحبي، هم ابتدوا بالشكل ده، وابتدوا بفكر إن هم عايزين يعملوا شركة content في مصر، هم عايزين يعملوا محتوى، أعتقد إن هم أول شركة صناعة محتوى في مصر، مش معتمدين على شخص واحد، يعني مثلًا زي ما قلنا مروان سري شركة أركيد معتمدة على مروان وأحمد كمال كواجهة واحدة، وده اللي قلناه في حلقة مروان سري، لكن بيس كيك مش كده، أول فيديو يضرب لبيس كيك أو يبتدي يتعرف كان رومانسية منسية بتاع يايا وصافي، وبُص فكر الشركة إن هم يجيبوا معلنين للقناة أو للمنصة، ومعظمهم اشتغل في الإعلانات قبل كده، لما عينوا يايا الصراحة الفيديو التقديم بتاعه كان creative جدًا. والبرنامج قايم على فكرة الdating، والبرنامج ينجح ويعجب الناس، لأن تيمة البرنامج هو الفريق، فريق ناس بتحب يايا وفي ناس بتحب صافي، وده اللي بيخلي برامج التحديات حلوة زي ما قلنا في حلقة التحديات، وكانوا بينزلوا حاجات غريبة برضه ساعتها الصراحة، مع رومانسية بنسية والسكتشات. يلا حبيبك قاسي وسابك ويا عذابك انسى عذابك من احبابك وافتح بابك.